ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض بانيه الشركات بمكونات مش هتخطر على بال حد ابدا، اقتصاديه جدا. اول حاجه انا عندي البقسماط الكريسبي ده، هو بيبقى خشن زي ما انتم شايفين، فانا هديله ضربه كده في الكبه او في مطحنه الخلاط اللي بيها انعمه شويه. بعد كده عندي توابل عبارة عن ملح وفلفل وبصل بودرة وبهارات فراخ ومرقة دجاج فورية. هقلبها كلها مع بعضها وهاخد منها كمية كده احطها على البقسماط بتاعي، هطعمه. عندي كيس من الفيجيتار، ده فيجيتار حراق، اللي عايز يحطه بارد يحط. هقلب بقى الخلطة دي كلها مع بعضها وهسيبها على جنب. بعد كده عندي دي حتة الفراخ اللي موجودة عندي، ده نص فرخة زي ما انتم شايفين كده، نص صدر فرخة. ولو متقطع بانيه عادي اللي موجود هستعمله. هقطعها بقى كده عشان تسهل عليا عملية الضرب في الكبة. هحطها بقى في الكبة زي ما احنا شايفين. بعد كده دي عندي كوباية مكرونة مسلوقة، اي نوع مكرونة، انا كان عندي سباكيت حطيتها. دي بطاطساية كبيرة يا جماعة ومش مسلوقة، بطاطساية نية. ما تقلقوش ابدا. حطيت بقية التوابل وحطيت كيس فيجيتار تاني، ودي ربع معلقة مليانة كده من البيكنج باودر عشان ما تبقاش مكتومة معايا. هضرب بقى المكونات دي كلها مع بعضها في الخلاط لغاية اما تكون لي عجينة كده، تبقى معايا عجينة. شايفين الشكل ده يا جماعة؟ هو ده المطلوب. هفضي بقى الكبة بتاعتي كده عشان ابتدي اشكلها. ريحتها كانت جميلة قوي على فكرة. انا دلوقتي بعمل معاكم خطوة كده، حبيت اجربها قدامكم عشان اوريكم، وبعد كده دي حرية شخصية برضه عشان تبقى اقتصادية. دي عندي شوية من المية، حطيت عليها سنة ملح وسنة شطة، وده عندي شوية من الزيت دهنت بيهم ايدي كده عشان خاطر العجينة ما تلزقش في ايدي واعرف اشكلها. هشكلها بقى معاكم كده، بصوا زي ما انتم شايفين نفس اللي بتيجي من بره، نفس التشكيل كده، تبقى مدورة من فوق ورفيعة من تحت كده. تمام زي ما انتم شايفين كده. هعمل واحدة معاكم كمان اهو. تمام كده، تشكيلها سهل جدا يعني. دي الكمية بقى كلها يا جماعة اهو. هبتدي بقى احطها في المية دي واطلعها من المية، احطها في البقسماط اللي انا متبلاه معاكم. طبعا انتوا شايفين ان انا لما حطيتها في المية سابت مني. على فكرة نفس النتيجة اللي بعملها بالبيض هي نفس النتيجة اللي بتطلع من المية، بس المية كانت يعني تعبتني شوية في الايه، على ما مسكت في بعضها كده. اول ما بحطها في المية بحسها بتفك مني وبترجع بقى تمسك نفسها في البقسماط تاني. شايفين؟ بس النتيجة بعد القلي الاتنين زي بعض بالظبط. انا جربت المية قدامكم، وتعالوا نجرب البيض برضو معاكم. دي عندي هنا بضاية، احط عليها رشة ملح ورشة فلفل وشوية من اللبن، وهبتدي انزل بقى فيه البانيه بتاعي. بصوا بيبقى متماسك اكتر من مية، بس النتيجة واحدة. هبتدي بقى اعمل الكمية كلها زي ما انتم شايفين كده. شايفين صدر الفرخة يا جماعة طلع معايا كمية قد ايه؟ طلع معايا 17 قطعة من اللي انتم شايفينها دي. وعلى فكرة انا مكبرة القطعة عن اللي بتيجي من بره كمان. هقليها بقى في الزيت، يكون الزيت سخن في الاول، بعد كده بهدي الزيت عشان تستوي من بره ومن جوه. شايفين شكلها؟ بس كده، ده شكلها يا جماعة بعد ما خلصت معانا. شايفين الجمال ده عامل ازاي؟ بصوا من جوه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.